اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعنا عند الطيور. هنعمل روتين سريع كده عند الطيور، وكمان هنشوف دورة الفراخ هنربيها مع بعض واستقبلناها ازاي، وعملنا لها ايه. زي ما انتم شايفين كنا الصبح بدري الاول كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، لايكات كتير كتير للفيديو وشير واشتراكات. بصوا يعني عايزاكم تفجروا الفيديوهات دي اشتراكات ولايكات وشير كده. بصوا اول حاجة زي ما انتم شايفين السطح كده، من اخر مرة نزلت معاكم الفيديو من اسبوع وعشر ايام تقريبا ما نضفتهوش، فطلعت النهاردة بدري، كانت الساعة 6 تقريبا، 6:15. كان الجو ما شاء الله عليه كده وهدوء وسكون. بصوا اوضه الحمام كان لسه يا دوبك كده مش منوره، وعندي بطتين رخمين رخامه كل شويه بيدخلوا من خرم كده في الاوضه، يدلجوا الميه على الارض ويبهدلوا الدنيا في اوضه الحمام. يعني مش عارفه اعمل فيهم. بصوا الصديقتين المفسدين الاتنين اللي ماشيين مع بعض دول اللي عاملين لي المشاكل كلها. بصوا الجو ما شاء الله من فوق والارض كده. وبصوا هننزل ان شاء الله نعمل فيديو في الارض تحت. انا شاطره يعني، وزرعه باميه وزرعه بتنجان، وهننزل كده نصور يوم كده تحت، ونشوف انا زرعه ايه تحت، ونشوف الارض فيها ايه. بصوا المنظر ما شاء الله، يعني كان لسه الجو الصبح بدري والسما صافيه والدنيا هاديه، وصوت زجزجة العصافير كده حاجه ما شاء الله، يعني متعه. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. والاول حاجة هنمسكها، اول حاجة عملتها مسكت السطح كله كنسته. طبعا ما رضيتش اصور معاكم عشان ما تزهقوش، يعني كل شوية من كنسل السطح وكده. والجو كان بمطر يومها. الفيديو ده كان متصور يوم البرج والشتاء والدربكة اللي كانت حاصلة في الجو ده كده، بس كنت الصبح كان الجو مطر شوية وانا بكنس، يعني مطرة خفيفة كده. كنست واكلت الحمام وحطيت له ميه نظيفه، برضو كنست السطح كله واكلت الطيور اللي بره البط والفراخ، وقفلنا الدنيا وظبطنا الدنيا وظبطنا كل حاجه كده. وبعد كده هنخش على الكتاكيت بتوعنا الصغيرين، نشوف هنعمل لهم ايه، وينفع نربي اكتر من نوع فراخ مع بعض ولا لا. اللهم صل على سيدنا محمد. هنشوف الدنيا فيها ايه كده. انا خلصت كله وروقت الاوض كلها وكنستها وكنست السطح، وكنا لسه بدري برضو. يعني انا نزلت حوالي الساعة 7:30 كده من فوق، كنت مخلصة. البطتين الصديقتين الشريريين دول عايزة امسكهم اطير رقبتهم علشان ما عادوش يدخلوا اوضة الحمام يبهدلوها لي. بصوا نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد ونخش على كتاكيتنا الصغار. الكتاكيت دي عمرها كده 3 ايام. يعني يعني هما كده، ده تالت يوم ما انا جبتهم كنت بصور. اللهم صل على سيدنا محمد. دول فراخ بيضة وذرة، وعليهم فراخ ساسو، وكمان فراخ بلدي، وكمان تقريبا فيهم فرخين او 3 رزي، اللي هو اللي بيبقى الهجين ده تقريبا. مربيهم مع بعض في العشة الصغيرة دي كده. مش الجو حلو، مش معوداهم على الولعة او التدفاية. الجو يعني هي الجو حلو، العشة صغيرة. انا جبتهم علشان للبيت، يعني ما كانش عندنا. بحط لهم بنستقبلهم على ميه بسكر. اول ما جبتهم حطيت لهم ميه بسكر شويه، وبعد كده شلتها وحطينا ميه بيضة، وجبنا لهم دواء حطينا منه على 3 ايام بالليل، يعني بنحطه بالليل والصبح ندلجه، ونحط ميه بيضة طول النهار، ونيجي بالليل تاني نحط الدواء اللي بنستقبله عليه ده. وبحط لهم العلف في الاطباق زي ما انتم شايفين كده، يعني فترة صغيرة. وبعد كده بجيب العلافات احط فيها. بصوا لابدين في العشش الصغيرة دي، ما بيكونوا بردانين بيدخلوا فيها، فعمالة اطلع فيهم مش عايزين يطلعوا من العش. بصوا عمالة اخبط لهم. بس الفراخ البلدي ديت بصوا مجرفة، بتنكش في الاكل وبتبهدل الدنيا قدام. الفراخ البيضة دي غلبانة، ما بتنكش ولا بتعمل حاجة.
وبينفع عادي نربيهم مع بعض، بس انا يعني هسيبهم حوالي 10 ايام كده مع بعض علشان المكان طبعا هيكون ضيق عليهم. فهاخد اللي هما البيض والحمر الساسو دول هاخدهم في مكان تاني مع بعض. وهسيب البلدي هنا في العشة الصغيرة دي، لان المكان اللي انا هنجل فيه الفراخ البيضة يعني انا هكون محوطة عليه كده بجراكن وحاجات، فالفراخ البلدي هتطير من عليهم وكل شوية هيبهدلوا لي الدنيا. فهسيبهم هما هنا، والتانيين مش هيطيروا من على الحاجز اللي انا هعمله ده كده ولا حاجة. فان شاء الله اول ما اجي انجلهم وهنتابعهم مع بعض يوم بيوم، وندعو لنا ربنا ان شاء الله يبارك فيهم ويكبروا كده، وربنا يبارك لنا فيهم، ويبارك لكل واحد في ماله، ويبارك لكل واحد في حاجته يا رب، ويزيد كل واحد من فضله ومن خيره، ويبارك لنا في مالنا وفي كل ما نملك يا رب، اللهم امين احنا وانتوا يا رب. فزي ما انتوا شايفين اهما، تبصوا الفراخ البلدي ديت، بصوا جرود يعني بتنططوا كده زي الجرود. انا ما كانش عندي فراخ من زمان، ما جبتش فراخ، كنت جبت برضو 10 صغيرين مع دورة فراخ بيضة من فترة، بس هم يعني دلوقتي حلوين. وكنت اشتريت عليهم شوية من اللي هو بنباع وش ده كده، كنت اشتريت عليهم شوية، هم اللي عندي اللي شفتهم على السطح كده. فان شاء الله نربي دول ونتابع تربيتهم مع بعض ونشوفهم. عادي لو عايزة تجيبي فراخ بيضة وساسو مع بعض وعندك المكان ممكن تربيهم، بس بعد فترة يعني يستحسن ان انت تعزليهم عن بعض، علشان الفراخ البيضة البلدي بتنكش وبتبهدل الدنيا وبتبهدل الاكل قدام الفراخ البيضة، فده مش حلو. فهو يعني فترة بس كده عشان يدفوا بعض في المكان. وبعد كده يعني ما يكبروا شوية هقسمهم بعيد عن بعض او هعزلهم يعني من بعض، مش هخليهم يعيشوا مع بعض في عيشة واحدة ابدا. ف ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده بحط لهم علف من ناعم فترة، وبعد كده احول لهم العلف اللي هو الكبير شوية الخشن. بس بياخدوا فترة شوية، بس البلدي هياكل من الناعم ده فترة اطول عن الفراخ البيضة. يعني انا اول ما ابدأ احول على العلف الخشن هعزلهم من بعض، وهسيب هسيب الفراخ الصغيرة البلدي اللي هنا علشان تاكل ناعم كمان، لانها مش بتكبر يعني على طول زي الفراخ البيضة. وطبعا الفراخ الساسو برضو بعد الفراخ البيضة بتاخد وقت، يعني احنا بنذبح البيضة على عمر شهر 35 يوم على حسب، انما الفراخ الساسو بتندبح على عمر 60 يوم او 70 يوم. فما تنسوش اللايكات للفيديو بتاعنا النهاردة.